معاكم دكتورة ياسمين، أخصائية العلاج الطبيعي والتغذية العلاجية. النهاردة هنعرف الفرق بين الأكل الغني والأكل الفقير، بس مش بالكلام، هجيب الأكل نفسه يحكي لنا الحوار. أنا الأكل الغني بغذي جسمك، مش بس بملاه، بشبعك، أقوي عضلاتك وأخلي طاقتك ثابتة طول اليوم. أنا الأكل الفقير طعمي حلو بس ورايا بلاوي، أعلى السكر فجأة وبعدها أسيبك جعان وتعبان. أنا عندي بروتين علشان ابنى العضلات وألياف زي الخضروات والفواكه، واليا بتقعد مدة طويلة في المعدة وتشبع. أنا أرفع سكر الدم فالسكر يعلى وبعدين الجسم ينهار والمعدة بتاعتكم تجوع بسرعة فترجع تاكل تاني. أنا كطعام صحي بنهضم براحة وعلى مهلي، فبخليك شبعان وبظبط سكر الدم. وانا عندي سكر بس بصراحه زي ما بيطلع بسرعه هوب ينزل بسرعه. كلنا وهتحس بالشبع. الاكل الغني بيغذي جسمك، الاكل الفقير بيمتعك لحظه. اختار صح. انا بعلي السكر وبجوعك انت ومعدتك، علشان كده كلني على فترات مش كل يوم عشان متزعلش. لو عجبك الفيديو اعمل لايك وشير واشتراك في القناه، وكل اكل صحي ومفيد. سلام.